اللي قالها لنا القديس يوحنا المعمدان النهارده وبترن في ودني كتير، كلمة لا يحل لك. يوحنا المعمدان من أشهر الجمل اللي قالها، قال كلمة لا يحل لك. الكلمة دي قالها إمتى؟ قالها للملك، قالها لهيرودس الملك لما كان بيعمل حاجة غلط. الملك كان ناوي يعمل حاجة غلط فقال له لا يحل لك. كان عايز يتجوز مرات أخوه فقال له لا يحل لك. صدقوني في العصر اللي احنا فيه ده احنا محتاجين القديس يوحنا المعمدان يلف على واحد وواحدة فينا ويقول له لا يحل لك. محتاجين القديس يوحنا المعمدان يلف كده على كل واحد وواحد فينا وكل واحدة وواحدة فينا ويقول لها أو يقول له نفس الكلمة دي، لا يحل لك. يا ترى لا يحل لك في إيه؟ يعني مثلا كل راجل بيتعامل مع مراته معاملة وحشة، كل راجل قاسي على مراته، كل راجل ما بيقدمش محبة لمراته، بنقول له لا يحل لك، لا يحل لك انك تعمل كده. لان الكنيسة في الوصية بتاعتها وصتك وقالت لك لازم تكون حنونا عليها وتسرع الى ما يسر قلبها. دلوقتي انت بتعاملها بقسوة وتعاملها بإهانة وتعاملها بشخط وتعاملها بنطر. لا يحل لك، لا يحل لك. برضو على الجانب الآخر كل زوجة بتعامل جوزها مش كويس وبتعامله بعدم احترام نقول لها لا يحل لك. يوحنا المعمدان برضو يصرخ كده ووصية ربنا تصرخ في قلبها لا يحل لك. لأن برضو الكنيسة وصتك على جوزك إنك لازم تحترميه وتهابيه وتزيدي في طاعته أضعافا. لا يحل لك أيها الرجل اللي بتعامل مراتك بدون محبة. لا يحل لك أيتها الزوجة اللي بتعامل جوزك بدون احترام. كمان الزوجين اللي بيعاملوا أولادهم وحش واللي بيهينوا أولادهم نقول لهم لا يحل لكما إنكم تعملوا كده. لأن الكتاب المقدس وصاكم أيها الآباء لا تغيظوا أولادكم لئلا يفشلوا. ما تغيظوش ولادكم. لما نقعد طول النهار شخط ونطر وأوامر للولاد بنغيظهم. لما الولاد يطلبوا حاجة ودايما نقول لهم لا بنغيظهم. لما نعمل مقارنات بينهم وبين غيرهم ولاد عمهم ولا ولاد خالتهم ولا أصحابهم في المدرسة بنغيظهم وفي الآخر ممكن يفشلوا. وساعتها الكتاب المقدس يقول لك انت كده لا يحل لك اللي انت بتعمله. كمان عايز اقول لكل راجل ممكن بيجيب فلوس حرام من اي حتة يقول لك يا ابونا الوضع الاقتصادي اليومين دول مش حلو فبحاول اصرف نفسي. تصرف نفسك بفلوس حلال ولا يعني ما لا يحل لك. اي قرش تاخده مش حلال. لا يحل لك أي قرش تاخده ما بقاش من عرق جبينك وما يبقاش حل لك. لا يحل لك. ساعات برضو بسمع كتير كده في اعترافات السيدات، بروح السوق يا ابونا فبشتري معرفش ايه فعشان الوضع يعني ما معيش فلوس فباخد خيارتين فباخد طماطمتين لا يحل لك. لا يحل لك مهما كانت اللي بتاخديه شيء ضئيل ولا يسكر بس برضو لا يحل لك. فكل واحد بيدخل بيته قرش مش كويس افتكر كلمة يوحنا المعمدان لا يحل لك. كمان كل واحد ممكن يقعد قدام الموبايل ويشوف أفلام وحشة مناظر وحشة صور وحشة قدام التلفزيون بمناظر وحشة وحاجات وحشة لا يحل لك. لأن المسيح وصانا كل من نظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه. والمسيح وصانا على عينك، وصاك على عينك انك تبقى بسيطة وقال كده اذا كانت عينك بسيطة جسدك كله يكون نيرا واذا كانت عينك شريرة جسدك كله يكون مظلما. فلا يحل لك انك انت تبص بصة هنا ولا بصة هنا في الموبايل ولا في التلفزيون ولا في الشارع ولا لا يحل لك. كمان لا يحل لك لكل واحد بيعمل شات على الفيس مع واحدة غريبة عنه أو واحدة بتعمل شات مع واحد غريب عنها ويعملوا صداقة بقى.
وايه يا ابني اللي بتعمله ده؟ يقول لك يا ابونا دي زي اختي، او يا ابونا انا حسيت انه زي اخويا فبدردش معاه. طب ما دردش مع اولادك، طب ما تدردش مع جوزك. والنهارده زي اخويا وبكره الكلام يتطور وبعد بكره الكلام يبقى وحش وقذر، ولا يحل لك، لا يحل لك. ولما اسال راجل من دول اللي بيعمل شات مع ناس غريبه زي كده، اقول له طب لو مراتك عملت كده، تقول لا اقطم رقبتها. طب اذا كان يعني انت محرمه عليها محللها لنفسك ليه؟ لا يحل لك. ارجوكم بصوا على موبايلاتكم وبصوا على صداقاتكم في الفيس اللي خربه بيوت كتير دلوقتي، خربه بيوت كتير دلوقتي. فلا يحل لك انك تستعمل هذا الموبايل بشكل مش كويس، بشكل ما يرضيش ربنا، بشكل ما يرضيش ربنا. اقول لك تعرف ازاي انه يرضي ربنا ولا لا؟ بتعمله في السر ولا لا؟ لو بتعمله في السر يبقى ما يرضيش ربنا. لو الكلام والشات واللي انت بتعمله ده مخبيه عن حد يبقى ما يرضيش ربنا. لكن حاجة الصاحب تظهر في النور، تلاقي مراتي عارفاها وولادي عارفينها واصحابي عارفينها والناس كلها عارفينها، ما انا بكلم فلانة وبكلم فلان، ما كل الناس عارفة. لكن لما اتكلم في الخفا يبقى لا يحل لك. فأرجوكم نراجع حاجة زي كده. كمان عايز أقول لكل بنت وكل ست تدخل الكنيسة بلبس لا يليق يبقى لا يحل لك، لأن الكتاب قال لنا ببيتك يا رب طريق الايه؟ القداسة. فلا يحل لك انك تدخل الكنيسة بيت الملائكة بلبس معسر، لا يحل لك. ومش بس انت، لا يحل لك ايها الرجل انك تسيب مراتك او ولادك او بناتك يدخلوا الكنيسة ويسببوا عثرة. اذا كانوا هم اللي بيسببوا عثرة بلبسهم فانت بتسبب عثرة انك سايبهم، فالعثرة عليهم وعليك. لا يحل لكم كلكم انك تدخل الكنيسة الا بكل حشمة، كل احترام، كل خضوع. الكنيسة بتعلمنا ان احنا من واحنا على الباب بره نقول ايه؟ اما انا يا رب فبقصرة رحمتك ادخل بيتك. طب بالذمة لو واحدة لابسة لبس معسر شفاف ولا قصير ولا مبين جسمها، هتعرف تنطق وتقول كده؟ هتعرف تقول له يا رب اما انا فبكثرة رحمتك ادخل بيتك؟ مش هتعرف تقولها، لان شكلها وحش قدام الله وقدام الملائكة، وعلى فكرة وقدام الناس. اذا كانوا الناس بيشوفوا وبيقولوا ما اعرفش، الناس لما بتروح بتقعد تدين كل اللي كانوا لابسين وحش. لا يحل لك، لا يحل لك. كمان عايز اقول لكل انسان قاعد في الكنيسة بيتكلم زي الناس اللي بتتكلم هناك دي، لا يحل لك انك تتكلم في الكنيسة، لان دي برضو بيت الملائكة. وقديس الأنبا موسى الأسود يقول لنا كده: إذا رأيتم شخص يتكلم في الكنيسة اعرف انه لا يوجد فيه خوف الله. لو شفتوا حد بيتكلم في الكنيسة يبقى ما فيهوش خوف ربنا. طب انا قاعد مع واحد جنبي، قاعد مع اختي، قالت لي كلمة، معلش الكلمة بره، استنى لما نخلص الكنيسة تبقى تسألك السؤال ولا تستفسر الاستفسار بره، ما ينفعش جوه الكنيسة إلا بقدر ضئيل، إلا بقدر ضئيل. يعني في ممكن في الطقوس بتاعت القداس أبونا يقول شماس كذا، شماس بيسأل أبونا كذا، يا دوبك كده، إلا بقدر ضئيل. فأي إنسان بيتكلم في الكنيسة نقول له لا يحل لك. كمان أي إنسان دلوقتي جاله فكر إدانة على كاهن بقى ولا على شماس، يقول لك ما ابونا فلان بيتكلم، طب ما الشمامسه بيتكلموا، طب ما الخدام بيعملوا، طب ما الخدام بيلبسوا، مش انت قلت ان ما حدش يلبس؟ طب ما في خدام بيلبسوا. اقول لك برضه وانت كمان لا يحل لك انك تدين غيرك. انت مالك؟ لا تدينوا لكي لا تدانوا. مش كل لما نسمع كلمه وفضيله يقول لك ياه لو فلان يعرفها، لو فلان يسمعها، اسمعها انت، لكن انت ما تدينش حد. لان زي ما بنقول للي لابس وحش ما تدينش حد، لا يحل لك، وزي ما بنقول للي بيتكلم لا يحل لك، برضه بنقول للي بيدين لا يحل لك. كل واحد بعد ما بيخلص القداس ويروح ويبتدي بقى يرتجل بقى ويختار ما كان في القداس ويبتدي يدين فلان وفلان وعلان، نقول له لا يحل لك. انت بتديني ليه؟ انت مالك؟ خليك في حالك. انت كنت جاي الكنيسة تطلب رحمة من ربنا، اطلب رحمة وروح، لكن مالكش دعوة بغيرك. كمان عايز اقول لكل انسان بيدخل يتناول بتهاون، لا يحل لك.
ما تقوليش باستحقاق، ما حدش بيستحق المناولة، بس يكون في استعداد لائق، يكون في استعداد لائق. يعني مثلا لما الآباء يفضلوا كل سنة نقول يا جماعة التناول الساعة 10 أو 9:30 فلازم نصوم من الساعة 1، ماشي ماشي، كل عيد على كده، وبعد شوية نخش نتناول، يا ابونا معلش أنا أكلت الساعة 3، أنا أكلت الساعة 3:30، أنا أكلت الساعة 4. ليه؟ تهاون على فكرة. هي لو العملية اضطرارية نقول لك ماشي، لكن لما تكون العملية فيها شيء من التهاون لا يحل لك، لا يحل لك. إذن فيوحنا المعمدان النهاردة بيصرخ في كتير مننا، في ودن كتير مننا، بل في قلب كتير مننا، ويقول له لا يحل لك. يا رب كل واحد سمع حاجة ياخد الدرس ده ليه ويتعلم من يوحنا المعمدان. الكلمة الثانية اللي قالها يوحنا المعمدان النهاردة ويا ريتنا برضو نسمعها، كلمة أنا ما استاهلش، أنا لست أهلا. لما بيسألوه عن المسيح قال لهم المسيح دي حاجة كبيرة، فين المسيح وفين أنا لست أهلا أن أنحني وأحل سيور حذائي. أنا ما استاهلش إن أنا أفك له رباط الجزمة. فربنا قال له طب طالما أنت قلت بقى ما تستاهلش، يبقى أنت تستاهل كل خير. اللي من قلبه يقول ما يستاهلش بس يقولها من قلبه، احنا محتاجين نقولها من قلوبنا مش من لساننا، لأن أنا عارف إن ممكن بعد ما أخلص الكلمة دي كل واحد يرفع قلبه يقول يا رب أنا ما استاهلش. لا، أنت قلتها بلسانك، بس أنا عايزك تقولها بقلبك، إنك تحسها فعلا زي ما يوحنا المعمدان. وعلى فكرة اللي يقولها تلاقي المسيح يديله خير كتير، لأن المسيح وعدنا من يضع نفسه يرتفع، اللي يضع نفسه يرتفع. يوحنا المعمدان وضع نفسه وقال ما استاهلش بالإيدين دي أفك حذاء الجزمة بتاعت المسيح. فالمسيح قال له بس طالما أنت قلت كده بقى هات الإيدين الحلوة دي يتحط فوق دماغ المسيح في نهر الأردن. شوفوا كان يتمنى يوحنا يحطها فين؟ يفك حذاء الجزمة بتاعته. المسيح حطها له فوق راسه وقال له حطها بقى فوق راسه يا يوحنا. من يضع نفسه يرتفع. أرجوكم فكروا كتير ونتأمل كتير في حتة أنا ما استاهلش يا رب، أنا ما استاهلش يا رب. بلاش نبص للي حوالينا ونقول يا رب اشمعنا فلان عمل كذا. كلمة اشمعنا فلان عمل كذا دي بتزعل ربنا مننا. لكن بص للي معاك قول يا رب يا أنا ما استاهلش يا رب الخير اللي معايا، صدقني ما استاهلش. حتى لو اللي معاك قليل قول له برضه حتى لو اللي معايا قليل يا رب أنا ما استاهلوش، بس درب نفسك إنك تقولها من قلبك مش تقولها بلسانك. كلمة أنا ما استاهلش بتتقال بطريقتين غلط، بطريقة اللسان اللي أقولها بلساني بس، وطريقة التجربة اللي هي إيه طالما أبونا قال كده طب إيه رأيك ماشي نجربها. أقول له يا رب أنا ما استاهلش عشان ربنا يديني، وأفضل أقول له شوية لو اداني ما ادانيش لا يبقى الكلام مش تمام. لا، ربنا ما يتجربش، أنت لازم تقولها من قلبك وبصدق ودرب نفسك على كده. ما استاهلش يا رب. وأقول لكم 3-4 حاجات إحنا ما نستاهلهمش على فكرة. أول حاجة إحنا ما نستاهلش نقعد في الكنيسة، لأن الكنيسة دي بيت الملائكة. ما نستاهلش يا رب نقعد في بيتك، كتر خيرك إنك فتح لنا بيتك ودي من قلبنا بجد. ما نستاهلش نتناول من جسدك ودمك، جسدك ودمك الذي يعطى لغفران الخطايا وإنك أنت سفكته عننا عن الصليب. ما نستاهلش يا رب، إحنا متهاونين بجد، إحنا مش جديين في تناولنا. ما نستاهلش، ما نستاهلش اليوم اللي انت بتديهولنا عشان نقدم توبة، لانك اديتنا يوم امبارح واول والسنة اللي فاتت والسنين اللي فاتت ياما اديتنا ايام متكررة عشان نقدم توبة وما استغلناهاش وما زلت بتدينا. ما نستاهلش صدقني يا رب، ما نستاهلش، ما نستاهلش حاجات كتيرة ربنا بيديها لنا. صدقوني اقول لكم ما نستاهلش اولادنا اللي احنا عاملين نشخط وننطر فيهم دول. لما تيجي واحده تقعد تبكي من ولادها تقول لي انا خلاص زهقت، انا تعبت، انا عايزه اسيبهم، عايزه اطفش وعايزه ما اعرفش ايه. قول لها يعلم الله ما تستاهليهم، ما تستاهلهمش. ياما ناس نفسها في حته عيل ومش لاقيه، وانت ربنا مديك عيلين عايزه تطفش وتسيبيهم. ما نستاهلهمش. ياما خير كتير ربنا مديهولنا واحنا ما نستاهلش.
فدرب نفسك على كلمة لست أهلا، أنا ما استاهلش يا رب، وقولها، وحاول تدرب نفسك إنك تقولها من قلبك عشان ربنا يفرح بيك ويديك خير كتير. أما الكلمة الثالثة علشان ما أطولش عليكم، هي كلمة ناخدها من معلمنا بولس الرسول، وإحنا بنحتفل النهاردة بعيد المعمودية. عيد الغطاس هو عيد المعمودية. طب إحنا نستفيد إيه من المعمودية اللي اتعمدناها؟ بولس الرسول يقول لك أما أنتم الذين اعتمدتم للمسيح قد لبستم بالمسيح. قولوها تاني كده، يقول لك أنتم الذين اعتمدتم للمسيح قد لبستم المسيح. يعني إيه؟ يعني كل واحد فينا تعمد. مين فيكم تعمد؟ كلنا. يبقى المفروض كلنا لابسين مين؟ لابسين المسيح. يعني إيه لابس المسيح؟ يعني إيه لابس المسيح؟ أقول لك يعني إيه. عارف من قيمة كام يوم لما احتفلنا بعيد الميلاد المجيد، في عيد الميلاد المجيد ده بنفتكر شخصية جميلة، هي شخصية بابا نويل. فيجيبوا خادم عنده 20 سنة ولا حاجة، خادم في مدارس الأحد، يلبس بابا نويل عشان يخش للعيال يديهم هدايا. طب بابا نويل فيه صفتين، أولا راجل عجوز، ثانيا معاه هدايا. راجل عجوز معاه هدايا. فالخادم اللي بيلبس بدلة بابا نويل لازم يعمل ايه؟ لازم يمشي وهو منحني كده وماسك عصاية، مع انه هو شاب عنده 20 سنة، بس لازم يتقمص الدور، يحني نفسه كده ويمسك عصاية ويكحكح. انت بتعمل كده ليه؟ اصل انا لابس بابا نويل فلازم ابقى زيه. وكمان شايل شوال فوق ظهره ماسك مليان هدايا. انت ايه ده؟ اصل انا لابس بابا نويل فلازم ابقى زيه. فاللي بيلبس بابا نويل لازم يبقى زيه، واللي يلبس المسيح لازم يبقى زيه. فبما انكم لبستم المسيح لازم اشوف فيك المسيح، اشوفك هادي زي المسيح، كان لا يصيح ولا يسمع احد في الشوارع صوته. لازم اشوف المسيح انك ما بتخاصمش حد، لان اتقال عليه انه كان لا يخاصم. المسيح ما بيخاصمش حد. ما اشوفك مثلا بتوصل للمرأة السامرية اللي انت اللي بتروح لها. يعني ايه؟ يعني اذا كان في حد في حياتي وحش انا اللي اروح له كمان. المسيح عمل كده. كان في مرأة سامرية وسمعتها مش تمام، هو اللي راح لها وهو اللي بدأ يتكلم معاها لحد لما غيرها. لكن احنا زي ما قال مرة قداسة البابا شنودة، لو في واحد في عيلتي وحش او مسجون او مدمن ببقى عايز اغسل ايدي كده بالميه واقول ايه؟ اني بريء منه. هو قريبي بس انا بريء منه. مع ان المسيح ما عملش كده. المسيح كان يروح للمرأة السامرية لحد عندها. دي وحشة يا رب، انا عارف ان وحشة، ده انا رايح لها مخصوص عشان هي وحشة، عشان اغيرها. طب انت لو حد عندك وحش بتعمل ايه عشان تغيره؟ لا هو في حاله وانا في حالي، واغسل ايديا كمان واقول يا رب انا بريء منه. المسيح ما عملش كده. ده مش المسيح، ده انت مش لابس المسيح، او لابس المسيح بس مش عارف تتقمص الشخصية بتاعته. يعني كمان لو لابس المسيح اشوفك بتصلي كتير، لان المسيح كذا مرة يقول لك وصعد الى الجبل يصلي وقضى الليل كله في الصلاة. فانت لو ما بتصليش لا انت مش لابس المسيح، او لابس المسيح ومش عارف تتقمص شخصيته كويس. يعني عموما المسيح كان بيتعب من اجل غيره. يقول لك ابن الإنسان جاء ليخدم، مش علشان يتخدم، جه عشان يخدم. فيا ترى انت في أسرتك بتخدم؟ في أصحابك بتخدم؟ في خدمتك بتخدم؟ ولا انت أنتخ ومستني اللي يخدمك ومستني علشان الناس هي اللي تخدمك؟ لو مستني اللي يخدموك انت مش المسيح ولا لابس المسيح. المسيح بيبادر علشان يخدم، بيبادر يروح للخطاة، يقعد مع الخطاة. يقول لك ابن الإنسان ما جاش علشان الأبرار، جه علشان الخطاة. يتعب من أجل غيره، وديع ومتواضع، هادي، ما بيشتمش، ما بيحلفش، ما بيسبش، بيتعامل مع الناس بلطف. هو دوت المسيح. أنتم الذين اعتمدتم للمسيح قد لبستم المسيح. ربنا يدينا ان احنا نتأمل في الثلاث آيات دول. يوحنا المعمدان يقول لك لا يحل لك. يوحنا المعمدان قال كمان انا ما استاهلش. بولس الرسول يقول لنا انتم لبستم المسيح
يا ريت دي تكون محل تأملاتنا بكرة واحنا بنعيد عيد الغطاس. لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد.